اهلا بيكم اعزائي المتابعين وفيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم كورة بوكس موت الاخبار الحصرية. الخبر من قلب الحدث، وخلينا ما نطولش على حضراتكم وندخل على تفاصيل الموضوع اللي معانا النهاردة المهم جدا. هو ليه علاقة بتريزيجيه، نجم الاهلي بقى، خلينا نقول بقى نجم الاهلي او العائد للاهلي، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. سبق ونشرنا هنا على القناة وقلنا ان حسام حسن غضبان من فكرة احتراف اللعيبة في الخليج باستثناء الأندية الكبيرة في الدوري السعودي. يعني دولة استثناء، يعني يقول لك احترف في الهلال، النصر، الاتحاد، أهلي جدة تمام. برضو في ليفل تاني زي الاتفاق مثلا، زي العين الإماراتي بطل آسيا برضو تمام. اما فكرة الاحتراف في اندية الوسط في الخليج وفي الدوري القطري تحديدا، وهو شايفها ان هي فكرة فاشلة وفكرة مش ناجحة. اللعيب المصري بتأثر عليه فنيا لدرجة كبيرة جدا. ده رأي حسام حسن، وده احنا قلناه يا جماعة قبل ما قصة تريزيجيه تنتهي مع الاهلي، وقلنا ان هو ضرب المثل بتريزيجيه ونصح. ارجعوا للفيديو وانا احطه لكم دلوقتي، هيظهر قدامكم، واحطه كمان في الوصف تحت. قلنا ان هو شايف ان تريزيجيه لعيب جامد ولسه مستواه كويس، ولكن مستواه الفني بيتأثر بمرور الوقت بالمشاركة في الدوري القطري. خلينا نقول ان كان في حوار حصل ما بين حسام حسن وتريزيجيه خلال الفترة اللي فاتت. يعني خلينا نقول مثلا من خلال الشهر اللي فات، يعني خلال شهر يناير اللي فات، واتكلموا عن فكرة الاحتراف في الخليج او الاستمرار في قطر، لان كان في فكرة قوية جدا للريان ان تريزيجيه يستمر معاهم الموسم الجاي. هو مقدم شغل كويس مع الريان ومحبوب كمان من الجماهير وهو لعيب ملتزم، فبالتالي كل شيء مهيئ ان هو يستمر مع الريان. خلينا نقول ان نصيحة حسام حسن للعيب كانت واحدة: هو يا اما ترجع اوروبا وتنافس. ترابزون حتى خلاص، هو ترابزون بقى من الانديه اللي هي يعني عايزه تبيع اللعيبه، عايزه تبيع اللعيبه الكبيره اللي عندها زي تريزيجيه مثلا، واي لعيبه كبير تبيعه عادي مفيش مشكله. هم عايزين يجيبوا لعيبه صغيره باسعار قليله. فبالتالي هم يعني ترابزون مش نادي هينافس. فكان كلام حسام حسن واضح: يا اما ترجع اوروبا لنادي بينافس، يا اما تكون موجود مع الاهلي في الدوري المصري احسن. بما ان مفيش اوروبا دلوقتي، ورغبة برضو تريزيجيه، يعني هو كان مايل لفكرة ان هو يرجع الاهلي، فكلام حسام حسن نهى الموضوع تماما، وحسم وخلى تريزيجيه يحسم امره تماما ان هو يرجع للاهلي. علاقة حسام حسن وتريزيجيه قوية جدا. يعني هو بيعتبر ان هو تاني كابتن في الفريق او تالت كابتن في الفريق، او طبعا هو من كباتن الفريق، بس على ارض الواقع وعمليا بيتواصل معاه بشكل كبير. بيكون حالة وصل ما بينه وبين اللعيبة كتير. فعلاقة تريزيجيه وحسام حسن قوية جدا، زي مثلا علاقة محمد الشناوي برضو بحسام حسن. دولت اقرب اتنين لعيبة لحسام حسن بشكل عام. فخلينا نرجع ونأكد لكم تاني ان حسام حسن كان رأيه لتريزيجيه لما جه استشاره او جه يتكلم معاه في الموضوع موضوع التجربة الجاية لتريزيجيه. هل يقعد مع الريان، هل يرجع ترابزون؟ قال له يا اما ترجع نادي اوروبي بينافس، ترجع مستويات أوروبية عالية، يا إما الأفضل إنك تكون موجود في الأهلي، ما تكملش في قطر ولا تروح الخليج، طالما يعني مفيش حاجة مغرية أو مفيش فريق ممكن يضيف لك على المستوى الفني. وده على فكرة كلام مهم جدا يا جماعة. يعني فكرة إن مدرب بينصح لعيب إن هو يرجع لنادي جماهيري هنا حتى لو في مصر، ويشوف ان هو افضل من الخليج، فده طبعا بيكون كلام مهم جدا وتفاصيله اكيد في قرار اي لعيب. انتهى الفيديو بتاعنا، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وصباحكم ومساءكم زي الفل.